السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل كفتة الرز من البيت في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل الرز في المطحنة. دي تجربتي في المطحنة اللي انا هوريها لكم دلوقتي، وطالعة كفتة ما شاء الله جميلة ومقرمشة من بره طرية من جوه. مش هتودي الكفتة تاني لحد يطحنها لك بره، ولا مستنية حد يوديها لك وحد يجيبها والكلام ده كله. المطحنة دي جميلة جدا عن تجربة شخصية. بطحن فيها كل حاجة. الرز ده منقوع وناشف، بيتنقع مثلا ليلة وتنشفيه ساعتين 3 بيبقى بالطريقة دي. وادي المطحنة دي حلوة ومفيدة في التوابل وفي كل حاجة، وحلتها حلوة يعني بتشيل كمية حلوة. كانت عاملة 400 جنيه وقت ما جبتها، مش عارفة دلوقتي بكام بصراحة. سيبكم تتفرجوا على الفيديو ونطحن الرز سوا وهتشوفوا طالع ناعم ازاي. ولو عايزاه انعم بتصفيه وترجعي تطحني اللي طلع. متنسوش تعملوا لايك لو وصلتوا معايا لحد هنا، تعملوا اشتراك